التطرف حركة فكرية متعددة الأفكار غير الصحيحة في المجتمع الإسلامي. هذه الحركة حقيقة إن كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية لابد لها من مكافحة. هذه المكافحة لأمور كثيرة أن يتبناها المجتمع. أهمها هذه العوامل هي العوامل التربوية والعوامل الاجتماعية والعوامل القانونية والفقهية. حقيقة لابد من المجتمع أن يتوارى عن هذا الجانب من أجل الوصول إلى مجتمع حقيقي نابع من فكرة دينية اجتماعية خلقها القرآن في المجتمع الإسلامي. هذه الفكرة لابد أن تتطور نحو الأحسن، وذلك لوجود أفكار غير صحيحة تبنتها العقول غير الصحيحة. وشكرا.